عبق النور نشيد في نحن في يومنا هذا السبت الموافق 8 من شهر ذي الحجة من هذا العام 45,400 للهجرة، نقوم بتدشين مشروع خزانات الماء. هذا المشروع الذي جاء بتبرع كريم من الأخت الفاضلة أم عمر، جزاها الله خير الجزاء وبارك الله فيها وفي أرزاقها وأموالها، والتي جاءت عن طريق الأخت الفاضلة أم جاسم حفظها الله تعالى ورعاها مدة الكويت الشقيقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أرزاقكم وأموالكم وأولادكم. طبعا تأتي هذه الخزانات حتى تخفف عن سكان مدينة تعز كثير من المعاناة التي يعانوها جراء الانقطاع التام للخدمات في هذه المدينة. انظروا إلى حالة الناس بهذه الدباب الماء التي يجرون بها المياه إلى منازلهم. تأتي هذه الخزانات حتى توفر لهم هذا العناء وهذا التعب. أسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطركن كما جبرتم بخواطر كثير من الأسر في هذا الحي، حي حارة الميثاق في المنطقة الغربية من محافظة تعز. كتب الله لكم الأجر. وفي الحقيقة نشكر دولة الكويت ممثلة بأميرها وحكومتها وشعبها المعطاء الكريم الذين دائما يتلمسون حالات الناس هنا في دولة اليمن وبالتحديد في محافظة تعز. نشكرهم شكرا جزيلا وبارك الله في أيامهم ورضي الله عنهم وأسقاهم من حوض الجنة، وإن شاء الله يوفقهم الله إلى ما فيها الخير ويعوضهم بالإحسان إحسان وبالخير يعني ألف خير بإذن الله رب العالمين. الشكر الجزيل للأخت الفاضلة أم عمر على تبرعها بهذا البرميل سعة 3000 لتر لاستخدامه لمياه الشرب. نشكر أختنا الفاضلة أم عمر بواسطة أم جاسم على دعمهم لهذا الخزان لحارة الشرماني في محافظة تعز، وهذا عهدنا في أخواننا وأحبابنا في دولة الكويت الشقيقة، دائما سباقين وواقفين ومتعاونين مع إخوانهم في اليمن السعيد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظهم وأن يبارك في أرزاقهم. أقول له أم عمر وأم قاسم المتورعة أم عمر ألف شكر، الله كثر حسناته، الله يسقي بالجنة بماء زمزم، غيثين إحنا أغاثكم الله. عطر وزهور ما عندك ينفد لا يبقى، بل